يسعد مساكم، كيفكم؟ راح أطلب منكم شغلتين. الشغلة الأولى انسوا كل وصفات الفاهيتا، والشغلة الثانية تعالوا جربوا معاي هاي الطريقة. في البداية راح نعمل العجينة: كاس من الحليب الدافي مع كاس من المي الدافية، نضيف عليهم معلقة واحدة من السكر مع معلقة واحدة من الخميرة الفورية. وإيش بنعمل فيهم؟ بنحركهم مع بعض، بنتركهم على جنب ربع ساعة لحتى تتفاعل الخميرة معانا. هسه هون بضيف عليهم تقريبا 5 كاسات ونص من الطحين، ممكن نحتاج لحد 6 كاسات. عندي هون معلقة صغيرة من الملح بضيفها مع الطحين، بحركها وبكمل تنزيل الطحين على المكونات السائلة. بحاول أخفق الطحين مبدئيا بهاي الطريقة. بدي أنزل هون عليهم تقريبا ربع كاسة من زيت الزيتون، لو استخدمتوا الزيت النباتي تضيفوا لحد نص الكاسة. بس هون عندي نكهة زيت الزيتون كتير قوية لأنه الزيت لساته جديد، فراح أضيف بس ربع كاسة من زيت الزيتون. يعني تقريبا ضفت نص كمية الطحين وبعدين ضفت الزيت، وبكمل هون كمان تنزيل كل كمية الطحين. عملية العجن كلياتنا بنعرف نعجن، بعجنها كثير منيح. بلم العجينة بإيدي، بحط عليها كمية بسيطة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون، بحطها على جنب لحتى تخمر معي العجينة. أما للحشو عندي هون صدور الدجاج قطعتهم. البهارات: نص معلقة صغيرة من البابريكا الحارة، عندي هون كمان نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة كمان من الفلفل الأسود وبهارات الفاهيتا وملح، وعندي هون معلقة كبيرة من الزعتر الأخضر ومعلقتين من الخل الأبيض. بحركهم مع بعض، بتركهم تقريبا ساعة على جنب لحتى تتشرب عنا الدجاج التتبيلة. على نار عالية بحط شوية زيت وبنزل عليهم الدجاج. أول ما أنزل الدجاج بخليه على نار عالية وما بحركه أبدا، بتركه تقريبا لحد ما أشوف إنه الأطراف من تحت بلشت تاخد لون أبيض. بقلب الدجاج، بغطيه تقريبا دقيقة واحدة، بفتح عليه، بقلبه كمان مرة. هيك عندي الدجاج تقريبا استوى، بتركه على جنب. أما لحشو خضار عندي هون حبتين من البصل، قطعتهم جوانح بهاي الطريقة، حطيت شوي من الزيت ونزلت البصل عليه. أول ما أشوف البصل اتذبل معي بلش ياخد اللون الذهبي، بملح البصل وبنزل هون فلفل أسود مع بابريكا حارة مع زعتر أخضر، طبعا حسب الرغبة. وآخر إشي بضيف 3 حبات من الفليفلة قطعتهم شرائح بهاي الطريقة، بنزلهم على البصل وبحركهم مع بعض. وأول ما تتذبل الفليفلة معاكم، اخلطوا الدجاج مع الخضار دقيقتين على نار عالية، بطفي النار. هيك عنا الحشوة صارت جاهزة. راح نرجع للعجينة تقريبا بعد ساعة. طلعتها وفرغت منها الهواء، فردتها بالصواني بهاي الطريقة. حطيت على العجينة مباشرة تقريبا معلقتين كبار من الكاتشاب، دهنتهم عليها. نزلت هون الحشوة. طبعا ممكن نضيفوا هون الفطر، ممكن نضيفوا كمان الفطر مع الحشوة على النار، بس أنا ولادي ما بحبوها لهيك ما ضفتها. وآخر إشي بعد الحشوة حطيت جبنة شيدر مع الموزاريلا، حطيتهم بالفرن على درجة حرارة 200، خليتهم لحد ما تحمروا من تحت. بعد هيك حمرتهم من فوق وطلعتهم من الفرن. أما من ناحية الطعم ما شاء الله، يعني بدي أحكي لكم إنه ولادي ما قصروا في الأكل، خلصوا الصينيتين على نفس القعدة. صحة وألف عافية، إن شاء الله يكون نال إعجابكم الفيديو. وكانت معكم روان من قناة موهبتي، ومع السلامة.